سوري. إذا أيضا للوقوف على الأوضاع في إدلب من جديد معنا الناشط الإعلامي خطاب السرميني. خطاب، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لك أن تطلعنا على الوضع في إدلب هذا اليوم خطاب. حسن، في جمعة واعتصموا في سبيل الله ولا تفرقوا، فقد خرجت مظاهرات في معظم ريف إدلب ودولة توحيد المعارضة والجيش الحر، وخرجت في بنش وسراقب ومعرض مصرين، والتي تصفت بالعديد من القذائف بعد انتهاء المظاهرة. وخرجت أول مظاهرة في بلدة تفتناز منذ عدة شهور بعد التحرير، وكما خرجت مظاهرة في كفر نبل وحاس وجرجناز والهبيل بمعرة النعمان، وخرجت مظاهرة في دركوش، وكلهم ينادون بدعم الجيش الحر وتوحيده. وعن الأوضاع الميدانية، لا يزال الجيش الحر يحاصر معسكر الشبيبة والقرميد وقصفه بالأسلحة الثقيلة من الدبابات والهاون، وتحقيق إصابات مباشرة وقتل العديد من جنود الأسد. وهناك انشقاقات يومية ويتحدثون عن أن معنويات الجنود منهارة تماما. فكان قصف على قرية النيرب وقميناس ومدينة سرمين التي أصبحت هذه المنطقة منكوبة بسبب تدمير هائل بالبنية التحتية. وكان اليوم تحليق الطيران الحربي فوق معركة النعمان وقصف الحي الغربي بالقنابل العنقودية، ووقوع شهيد وهو طفل بعد انتشاله من تحت الأنقاض، والعديد من الإصابات منهم أطفال. ونفذت أيضا غارات على قرية حاس التي أدت إلى وقوع العديد من الشهداء ووقوع إصابات خطيرة. وقد قام الجيش الحر اليوم في جبهة حيش بإعطاب دبابة بقصيفة RPG وتدمير دبابة أخرى وسيارة عسكرية بلغم أرضي أدت إلى قتل كل الجنود الموجودين داخل العربات. وكما قام الجيش الحر بقصف معسكر وادي الضيف بوابل من الصواريخ محلية الصنع ومن الدبابات، وحققت إصابات مباشرة. وكما كان وقوع شهيدين في قرية كفر عويد بجبل الزاوية بسبب القصف من حواجز سهل الغاب، ووقوع العديد من القذائف المدفعية والصاروخية، ووقوع العديد من الإصابات فيها. إذا ماذا عن التظاهرات اليوم؟ أيضا يعني إدلب عودتنا على الخروج بتظاهرات يعني كثيفة وقوية. نعم أخي الكريم، هناك مظاهرات عديدة خرجت، ولكن في بعض المناطق لا تخرج فيها مظاهرات، مثل سرمين وقرية النيرب وقميناس، بسبب القصف اليومي الذي أصبح عليه معتاد يوميا ولأكثر من الشهر تقريبا. إذا خطاب السرميني الناشط الإعلامي حدثنا من إدلب، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات.